عن تتويج الزمالك المصري بكأس الكاف بعد فوزه أمام نهضة بركان بهدف دون رد في مباراة جميلة قدم فيها النادي المصري مستويات كبيرة، ولكن من بين الأمور التي أثارت أيضا الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام العربية هو تصريح رئيس نهضة بركان حكيم بن عبد الله الذي دعا إلى ضرورة مراجعة التحكيم الإفريقي فاتحا النار عليه. سي ناصر، التحكيم الافريقي نعرفوه، احنا حافظينه ماشي نعرفوه، لكن اكيد لما تخسر النهائي دونك تمشي ديريكتومون تمشي الى التحكيم. لانه لما نشوفوا اللقاء، انا تبعت اللقاء الاول في بركان وين حقق للزمالك نتيجه جد ايجابيه، انهزم بهدفين لهدف، هدف جزيري ربما احسن نتيجه خارج الديار في لقاء شوط اول. الشوط الثاني في القاهرة أمام كيرو ستاديوم أمام 80,000 زملكاوي كما نقولوا هدف ل0 يكفي. نظن أنه نادي الزمالك عرف كيف يفتح باب التسجيل عن طريق أحمد حمدي كما قلت في الدقيقة 25، كرة على طبق من السيد أحمد السيد زيزو، ربما أحسن لاعب فوق دولي مصري، أحسن لاعب فوق الميدان، مد كرة على طبق لأحمد حمدي، افتتحوا باب التسجيل وسيروا اللقاء نهائي. هذا هدف ل0 يكفيهم للتتويج. نظن أنه الزمالك كما نقولوا ميريت هو الآخر هذا التتويج القاري اللي عاد. ما ننساوش أن النادي الزمالك هذا غاب على التتويجات الإفريقية، ومرة أخرى نقولوا أن الكرة المصرية راح كما نقولوا دومين القارة الإفريقية، لأنه الاهلي المصري راح ينشط النهائي الاخر لقاء الاياب نظن في ولا العوده في كيرو ستاديوم ضد الترجي التونسي بعد التعادل في رادس. نظن انه كبيره ايضا من النادي الاهلي، لكن نظن انه اللقاء اللي قام به نادي الزمالك الامس كان لقاء بطولي وفوز في الاخير وتتويج بكاس الكونفدراليه. باش نعود للتحكيم، اكيد لما تخسر النهائي انت لازم كما نقولوا تحكم في اي شيء. ربما تقول رئيس نادي بركان تحجج، رئيس بركان مشى الى التحكيم. احنا ما تسمعش، لانه التحكيم كل الناس تندد بالتحكيم الافريقي. اضعف ربما التحكيم عبر القارات كلها هي التحكيم الافريقي، يبقى النقطه السوداء في الكره الافريقيه. اكيد. رئيس نهضه بركان يشكو التحكيم. فريد، كل ساق يسقى بما ساق. نهضة بركان وهو يشكو اليوم التحكيم ليعلم بأنه لولا هذا التحكيم الجائر لما تبارى مع الزمالك. المباراة كانت بين الزمالك واتحاد العاصمة، والتحكيم الجائر في إفريقيا هو الذي أهل هذا الفريق إلى النهائي. اليوم الزمالك يرصع القميص بنجمة إفريقية، الاتحاد رصع قميصه بنجمتين إفريقيتين في الموسم الماضي، ونهضة بركان رصع قميصه بخريطة وهمية توسعية ليفرح بتلك الخريطة ولا يتحدث على الكرة وكرة القدم والتحكيم. لكن فرح بالخريطة خلاص، هذاك هو الفوز تاعو. لذلك عندما تتحدث على التحكيم في النهائي، أنا تابعت المباراة ولم أرى أي تجاوز تحكيمي طيلة أطوار المباراة. نادي الزمالك فاز بهدف يتيم، وكان مؤهل للفوز بأكثر من هدف أو هدفين، سيطر على المباراة وكان أقوى بكثير رياضيا من نهضة بركان. العدالة الإلهية مثل ما قلت في بداية الحصة أطفأت شعلة نهضة بركان في نهاية المطاف. كان هذا الفريق الذي ذهب ضحية رئيسه، وجمهور هذا الفريق الذي ذهب ضحية ذلك الرئيس المتغطرس المخزني، ذهب إلى هذا النهائي بطرق غير مشروعة غير رياضية. في نهاية المطاف الجمهور اتحاد العاصمة كان زملكاوي يوم أمس، والجمهور الجزائري أيضا وقف مع الزمالك، ليس حبا في الفريق المصري بل حبا في العدالة الإلهية التي أنصفتنا في نهاية المطاف. لا يجب على هذا الرئيس أن يتحدث على التحكيم، وهو الذي نال الكثير بفضل هذا التحكيم. اليوم عندما نتحدث على إفريقيا يجب أن نتحدث على بعض الفرق القوية. أنا عندما تحدثت على مولودية العاصمة
قلت لك بأننا ننتظر من هذا الفريق أن يكون في مصاف الكبار بين الأهلي والزمالك. أرى المولودية والترجي في المربع الأخير. لذلك لا مكان للفرق التي تعتمد على الجور التحكيمي في المنافسات الإفريقية وفي الأدوار المتقدمة. على هذه القارة أن تلتفت إلى الرياضة وإلى الروح الرياضية وإلى النزاهة والعدالة. اليوم الزمالك لم يخطف ولم يسرق هذه الكأس، بل فاز بها رياضيا. ألف مبروك للزمالك وألف مبروك للاتحاد الذي فاز بربما كأس الثبات على المواقف، ولا حظ للفريق المعتمد على الجور التحكيمي. كلمات جميلة، ألف مبروك لنادي الزمالك المصري. محمد بالخيرة، كنا في كل حصة نتحدث على الظلم التحكيمي في الاتحاد الإفريقي. يقول ناصر أنه حتى المنتخب الجزائري في وقته كان يعاني من الظلم التحكيمي. كان يعني هناك الكثير من المباريات التي كان المنتخب الجزائري ضحية لظلم تحكيمي، لظلم اتحاد إفريقي، حتى يقول أنه هناك في بعض المباريات هناك حكام يستفزون لاعبين. يعني هل عشت يعني مناسبة بخصوص هذا الموضوع؟ هي في الحق التحكيم الافريقي سي ان دوزيام ادفيرسير، يفو لو بريباري بسيكولوجيكمون مع لي جوار تاعك. حنا الحمد لله هذاك الوقت كانوا عندنا مدربين في المستوى ديجا نون سيلمون on se prépare tactiquement et techniquement contre l'adversaire, comment on se prépare. والادفيرسير الاربيت ثاني يدير حسابه ما لازمش فو با كونتيستي معاه، باسكو اون سامبل كونتيستاسيون قادر يخرجك، باسكو من يخرجك غاديس. شي اللي صرانا في اوغندا. فوالا كنا كومبالا كنا 2-2 à Kampala les éliminatoires de Los Angeles تاع 84. لعبنا في كامبالا، كنا 2-2. جو مي رابيل تري بيان كنا 2-2. كانت باقيه 20 مينوت لا فان. الله يرحمه حميد زوبا دار شونجمون تاعه صاي بلو دروا. خرج محمود قندوز اللي نحيي من هذا المنبر ديسيزيون اربيترال بكل صراحه. خرج اون طونك ليبيرو هذاك الوقت. كنا هدف لهدف. فوالا خرجوا البطاقه الحمراء. رانا نكبروا دي فوا معليش نشفروا الماتش باسكو كنا جزء على لي كادافر هذوك. نهضروا ثاني على لي كادافر. لا كمل عارف قاعد في الماتش باسكو سازو سي بلان مورال. اي معليش معليش احكي على الماتش نشفى خياليا نشفى كنا سي تري امبورطون هذاك لاكسيون اللي شفنا.